السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. اسم حضرتك ايه؟ اسمي رزق. رزق، ما شاء الله. طيب هنستأذن حضرتك بس في كام سؤال بما ان احنا في اليوم العالمي عشان الشاي. تمام؟ تمام يا فندم، اتفضل. تمام. اوكي، قول لي بقى انت بتشرب كام كوباية شاي في اليوم؟ يعني من 10 ل 15 كوباية شاي. ده تارجت ده ولا ايه؟ يعني بكون في شغل وكده فطول الوقت شاي يعني. تارجت يعني بتقفله في اخر الشهر؟ هو مش تارجت عموما، بس فكرة ان الشاي نفسه يعني من هو من منبهات وكده فبيصحصحنا فبيخلينا نقدر نشتغل ونعرف نتعامل مع الناس يعني كويس. بتحس بايه لما بتشرب الشاي مثلا؟ بيأثر على مشاعرك ازاي؟ بيبقى في مشاعر بانبساط طبعا. الشاي مشروب جميل جدا. تمام. طيب قول لي بقى مين اكتر حد بيشرب شاي بعدك؟ هو والدي اكتر مني، وانا واخد يعني انا حابب الشاي منه، يعني هو زي متوهس كده، وعيلتنا عموما كلها يعني موضوع الشاي ده عندهم حاجه مقدسه يعني. يعني انا اعتقد من ذلك ان اولادك كمان هيطلعوا بيشربوا شاي. اكيد طبعا، لو مش بيشربوا شاي هنرميهم بره البيت. طب ربنا يخليهم لك بقى لما يجوا ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تمام. طيب اخر سؤال هحب اساله لحضرتك، تفتكر مين الفئة اللي هي بتحب تشرب شاي او كيفة شاي؟ يعني هم عموما جوه الصنايعيه، لان يعني لما حد بيجي عندنا البيت وكده فهو طول الوقت هو عايز محتاج شاي اكتر من الاكل والشرب او اي حاجه. وفي مثلا ناس مدرسين، واغلب الناس عموما بتشرب شاي، لان يعني هو مشروب مش مقتصر على فئه معينه يعني. فبس. تمام، شكرا. شكرا لحضرتك.